السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ونهاركم سعيد. النهاردة جاية لكم بخبر فني جدا، وهو عن الفنان الجميل والرائع قوي 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 قوي، الفنان ماجد الكدواني. احنا طبعا عارفين الفنان ماجد الكدواني حد شاطر جدا، حد بصراحة يعني حقق نجاحات جميلة قوي في كل افلامه اللي ظهر فيها، وحضوره الاكتر من رائع. بس النهاردة احنا جايين لكم باستاذ ماجد الكدواني من الجانب الانساني مش الجانب الفني. هو طالع لنا النهارده من موقع اليوم السابع، وهو بيتكلم عن زوجته اللي بيقولوا اتحملت كتير جدا معايا وانا بعتذر لها عن كل يوم ضايقتها فيه. الخبر ده وصلنا اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، واللي تفاصيله بتقول ان الفنان ماجد الكدواني كشف قصة تعرفه على زوجته قائلا: قابلت زوجتي في السنة الثالثة بالكلية وهي سيدة عاقلة جدا. قلت لها ان انا معجب بيها وان هو عايز يقرب منها. قالت له انها ما بتفكرش دلوقتي، ولكن لقيتها بتطلب مني ان انا اصبح عليها كل يوم عشان نتعرف على بعض، وكل يوم بصبح عليها يجي 10 مرات، وبروح لها في قسم التصوير وقربنا من بعض جدا. واضاف ماجد الكدواني خلال برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة دي ام سي انني تقدمت لها، وكان اهلها هيهاجروا لامريكا، واسرتها كانت جميلة جدا، وامها كانت ست حنينة قوي، واستوعبوه واحتووه. وعشت في بيتها 14 سنة لحد ما اتخرجت من معهد الفنون المسرحية، واتجوزنا عام 1994، وتخرجت من الفنون المسرحية عام 1995. وتابع الفنان ماجد الكدواني وقال: زوجتي إنسانة جادة ونظامية جدا وعاقلة وحكيمة، وهي مفيدة للغاية بالنسبة لي، والايام اثبتت لي ان ربنا كتب لي انسانه مفيده للغايه بالنسبه لي، ومن غيرها كان ممكن اروح في مكان تاني. وخوفها علينا وعلى البيت شيء مفيد جدا، وانا احترمته قوي قوي قوي. ووجه ماجد الكدواني رساله لزوجته قائلا: انا بعتذر لها عن كل يوم ضايقتها فيه، لانك كبيره جدا جدا في حياتنا، وبشكر ربنا على نعمته انه وضعك في حياتي، وانك اتحملت كتير مني. بجد شابوليك يا استاذ ماجد. انا اصلا كنت بحبك جدا، فانا دلوقتي انا حبيتك اكتر بصراحه بالكلام الجميل اللي حضرتك قلته دون. يعني ربنا يخليكم لبعض ويوفقكم دايما، وتبقوا دايما سبب في نجاحات بعض. انا سعيده جدا بجد باللقاء اللي حصل ما بينك وما بين مدام اسعاد يونس. يعني كان برنامج اكتر من رائع بصراحه. ربنا يوفقك في حياتك، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع ويوفق كل مستمعيني الكرام سواء مشتركين او غير مشتركين. وافكركم لو الفيديو عجبكم وصلكم قبل اي حد تاني، ما تنسوش اللايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.